السلام عليكم. معاكم اخوكم اشرف زكريا. النهارده طبعا فيديو جديد معانا جالاكسي، وانا كان بقالي فتره كبيره ما بنزلش فيديوهات عشان خاطر كنت تعبان شويه يعني. وانا كنت منزل فيديو قبل كده كان صوتي باين فيه، كنت تعبان خالص، بس الحمد لله يعني خفيت، وهنبدا ننزل فيديوهات لجالاكسي تاني، وهتشوفوا تدريبات جالاكسي. هنعلمها امر جديد طبعا، اللي هي امر ثابت او مكانك ما تتحركيش، امر الثبات. بس اما نراجع على الاوامر اللي هي ايه اللي انا كنت معلمها لها، اللي هي تقعد وتسلم وتقعد تحت اللي هي على الارض. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع جالاكسي. جالاكسي اقعدي، برافو، شاطرة شاطرة، سلمي، شاطرة شاطرة. طبعا هي ما نسيتش الاوامر يا جماعة، كويس ان هي ما نسيتش الاوامر. تحت تحت، برافو برافو. اقعد عدل، اقعد عدل، اقعد عدل، شاطرة، جدع جدع. تعالي تعالي، اقعدي، سلمي، برافو، جدع. هنعلمها بقى امر الثبات، ان هي ما تتحركش. طبعا انا زي ما قلت لكم انا بعلم قدامكم اول مره، بعلم قدامكم على الكاميرا زي ما انتم شايفين كده مباشر زي ما بقول. خدها جالاكسي، اقعدي، تعالي تعالي تعالي، اقعدي تحت بس، مكانك، لا، تعالي، اقعدي، لا، تحت. طبعا اول مره مكانك، اول مره بتبعد، يعني ايه بتبعد عن الكلب واحده واحده. مكانك مكانك، لا، اقعدي، مكانك مكانك، ما تتحركيش، شاطره. طبعا انا ما بعدتش قوي لان دي اول مره نعلمها فيها امر ستي او امر الثبات. لا، مكانك، لا، ارجع ورا ورا، تعالي تعالي، اقعدي اقعدي، مكانك ما تتحرك، لا، اقعدي، مكانك، لا، اقعدي، مكانك برضه، مكانك، شاطرة، برافو. طبعا انت ما بتبعدش عن الكلب كتير وما بتطولش في الاول المدة بتاعت البعد عن الكلب. مكانك ما تتحركيش، شاطرة، زي ما انتم شايفين اهي، جدع. مكانك ما تتحرك، لا، ارجعي، تعالي تعالي هنا، اقعدي، لا، تعالي هنا، اقعدي، يلا، شاطرة. مكانك بقى، مكانك ما تتحركيش، شاطرة شاطرة. هبدأ أبعد خطوتين كمان عنها، مكانك ما تتحركيش، مكانك، برافو، شاطرة، برضه مكانك، مكانك ما تتحركيش، لا لا، اقعدي، لا، اقعدي اقعدي، مكانك مكانك، شاطرة. لازم يبقى في إشارة مع الأمر، لازم إشارة بإيدك مع الأمر للكلب بتاعك. تعالي، لف، يلا، اقعدي، برافو، مكانك مكانك، برافو برافو، مكانك مكانك ما تتحركيش، مكانك، ماشي ماشي، هرشت وما اتحركتيش برضه. طب نقعد تحت، برافو، مكانك مكانك ما تتحركيش، شاطرة، برافو، مكانك. طب نلف من ورا الكرسي كده نشوف هتعمل ايه. مكانك مكانك، برافو. اهم حاجه اشاره الايد يا جماعه، اشاره الايد اهم حاجه مع الكلب وانت بتقول له الامر اول مره.